كيفاش اكتشفت التصويره ديال القفطان المغربي في الدوسي اللي تقدمت به الجزائر لليونسكو باش تسجل القفطان بسميتها. وبسبب هذه التصويره اليونسكو قبلت الاعتراض ديال المغرب. اولا خصنا نعرفوا باللي هذه اول مره في التاريخ ديال اليونسكو اللجنه الحكوميه لصون التراث اللامادي غادي تقبل الاعتراض ديال المغرب. غتلاحظوا حتى في السميه اللي حطوا في الدوسي في اليونسكو ما كتبوش القفطان، كتبوا دقندوره اندم الحفه، والقفطان دوزوه هنا لداخل في وحده من هاد لي زارتيكل حطوا فيه بزاف ديال التصاور ديال الملحفه وداك الشيء. حتى كتجي وكتلقى القفطان المغربي وسط هاد الدوسي ومكتوبه لتحت قفطان بوردي ومجبوط. لا تخربيق. هاد الحركه الغريبه بدات في مارس 2023 من عند الجزائر. الملف ما كانش فيه غير القفطان بوحدو، كانت فيه ما بين 20 و 30 لبسه، 3 منهم ديال المغرب: القندوره، الملحفه، وقفطان نطع الفاسي. ربما القندوره والملحفه بما ان حتى الجزائر عندها مناطق صحراويه فممكن يكونوا القبائل الجزائريه استعملوا هذا النوع من اللباس، وممكن يكونوا فيه شي اوجه تشابه ما بين القندوره والملحفه اللي عندنا وما بين القندوره والملحفه اللي عندهم. ما فيها باس. القفطان ديال نطع الفاسي في الوثائق التاريخيه اللي حطها المغرب في اليونسكو ما كاينش شي اوجه تشابه وما كاينش شي وثيقه تاريخيه كتدل على ان القفطان كان في مره من المرات كاول وحدين داروه وطوروا منه هما المغاربه وبس. وبزاف ديال الدول اللي استعملوا هذا اللباس التقليدي وكيسميوه بالاسم ديالو الحقيقي، الا في بلاصه وحده صمم انه يتسمى جزائر. وبما انها سرقه موصوفه عن سبق الاصرار والترصد، دائما في السرقه كيكون الخطا اللي دار هو انهم خدموا تصويره ديال القفطان نطع الفاسي في واحد المتحف في امستردام. يستهتر خيطوا، خلص شي واحد يخيطوا وصوروا في متحف. وزاره الثقافه غادي تصيفط المدير ديال الديوان ديالها للمتحف وغيقول لهم اودي هاد التصويره راه كتطابق واحد القفطان ديالنا عندكم، وراه هاد التصويره هذه محطوطه في واحد الملف في اليونسكو من طرف شي لجنه جزائريه وكتقول بانه هذا هو الدليل القاطع ان القفطان جزائري. بطبيعه الحال المتحف غادي يقول لا، التصويره اللي مستخدمها اللجنه الجزائريه ديال الدفاع راه ماشي تصويره ديال القفطان الجزائري، وانما هي تصويره ديال القفطان المغربي. تقيدت واحد الاعتراض تقني على الملحفه والقندوره، اعتراض بان المملكه المغربيه كتعترض ان الملحفه والقندوره كيتواجدوا بشكل حصري فقط في الجزائر، وانما هما على مر التاريخ كاينين حتى في المغرب. ما تقوليش غيدير المغرب دابا 2025 المغرب غادي يقدم ملف ديال تسجيل القفطان المغربي بالاسم ديالو على حسب المعلومات اللي لقيت، وكنشك او كنظن يقينا انه غيتقدم ملف كبير بزاف فيه حقائق تاريخيه ماشي غير على القفطان بوحدو، وانما على بزاف ديال الحوايج وسط التراث المغربي اللي كيشكلوا الهويه المغربيه، الهويه المغربيه اللي بناوها جدودنا قرون هذه، واللي الجزائر 4 سنين ولا 3 سنين هذه باش تلقات واحد الحاجه سميتها استراتيجيه اعاده الهويه الجزائريه، ولكن ماشي غير على حساب التراث الجزائري وانما على حساب اي تراث في جنابها. راه بحال شديتي شي مقوله ديال ارسطو وقلتيها وكتبتي تحتها سميتك، او لا عدتي الصياغه ديالها وقلتي انا اللي كتبتها، واش هذا غيجعل منك فيلسوف؟ طبعا لا. فصاحب الشيء اصيله وناقل الشيء حماره. الله ما يقولوا لناش هذا جزائري، اختي غيبقى فيها الحال، راهي اللي خيطاتو لي مغربيه.